نظرة لأسود زأرت بأعلى صوت لها تقول: هنا المغرب، هنا عرين أسود الأطلس. لم نأتي إلى هنا لنكمل العدد أو نكون حصالة نقاط أو نكتفي بسماع هارد. نحن هنا لمقارعة الكبار. أتينا لنزأر أمام ثاني أفضل منتخبات العالم وحامل برونزية المونديال الماضي، وأمام صاحب فضية مونديال روسيا. فلسنا بأقل منهم ولا هم بأفضل حال منا، فالفرق كان واضحا. هم نزلوا الملعب كلاعبين ونحن واجهناهم أسودا، فانتزعنا الصدارة ونحن أهلها. فرحة مغربية عربية عنوانها الفخر والاعتزاز. المنتخب العربي المغربي يصل إلى دور 16 لكأس العالم 2022 متصدرا عن جدارة واستحقاق. إنجاز تاريخي كتبه أشقاؤنا أبناء المغرب العربي لتعم الفرحة من المحيط إلى الخليج، ومن على ضفاف الخليج العربي في أبو ظبي نرسل رسالة حب إلى أقصى نقطة في المغرب، مفادها: شكرا لكم، فرحتونا، شرفتونا، وأثلجتم صدورنا. مبروك للمنتخب المغربي، هو يوم للتاريخ سجلوا المغاربة بقلم من ذهب وبأقدام ذهبية ورؤوس ذهبية نفتخر فيها ونفخر هنا بها في الوطن العربي. المنتخب المغربي اليوم هو الأول على مجموعته، المنتخب المغربي الأول على مجموعته، في مجموعة فيها المنتخب الكرواتي والمنتخب البلجيكي. كرواتيا التي تكون هي وصيفة كأس العالم. المنتخب المغربي هو المنتخب العربي الوحيد الذي يتأهل الدور 16 للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1986. فإذا قلنا هناك من يستحق التصفيق والاحترام والوقوف هو المنتخب المغربي. لذلك أطلب منكم جميعا لو سمحت الوقوف للمنتخب المغربي الحبيب. استاهلون. سهل يا دكتور. المغاربة اي نعم. وحق لهم ان يحتفلوا طبعا. ونحن نهنئ اهل المغرب جميعا في المغرب وفي خارج المغرب، بل والعرب والمسلمين بهذا الفضل. والله حقيقة قدموا 3 مباريات مشرفة وفازوا على بلجيكا اللي هي الاقوى في يعني ثاني اقوى منتخب في العالم. هم راس المجموعة، هم قمة المجموعة. يبدو مناسبة فرح للأمة كلها من شرقها إلى غربها، باعتبار أنه ليس هناك انتصارات كثيرة في العالم العربي إلا هذا الانتصار، وبالتالي وحد مشاعر الناس جميعا في بس في الحقيقة ظاهرة والمغاربة كان لهم دور فيها، والتوانسة كمان لهم دور فيها، وربما كمان الفرق العربية الأخرى، وهي حضور فلسطين بهذا الشكل. والمغاربة بدعوا الحقيقة. مبروك للمنتخب المغربي التأهل لدور 16. صراحة يعني بيض وجوهنا المغاربة، الله يبارك فيكم. وترى الدين زاد عليكم، قبل الحين شباكية، الحين لا الحين عليكم دين. خروف ملكي، خروف ملكي يا أهل المغرب، لن أقبل بأقل من ذلك. والحمد لله الحمد لله رب العالمين ان فرحنا بتأهل المنتخب المغربي. بيضت وجوهنا، الله يبارك فيكم، الله يوفقكم والى الامام دائما، وباذن الله سبحانه وتعالى نشوفكم في دور الثمانية، وثم نشوفكم في الدور ما قبل النهائي، والى الامام دائما. صراحة فرحان جدا لكم يا اهل المغرب، وانتم عارفين مدى معزتكم ومدى محبتكم عندي، ولكم مكانة خاصة كثير يا أهل المغرب. الحمد لله رب العالمين. على كل حال مثل ما قلت لكم كنا نتمنى يعني انتقال المنتخب السعودي والتونسي، ولكن الحمد لله رب العالمين يعني أهل المغرب كأنهم فعلا كأنهم السعودية وكأنهم تونس وكأنهم قطر وكأنهم جميع الدول العربية والإسلامية. والله انتقالكم فرحة لنا جميعا. انتقال المغرب إلى دور 16 كأن فعلا احنا كلنا كدول عربية انتقلنا الى الدور الثاني. الله يبارك فيكم اهل المغرب، وعليكم خروف ملكي. ما راح انسى، ما راح اسامحكم.